طيب مود يعني ايه باختصار؟ كلمه مود يعني في سيستم كده في الجهاز بيبرمج الجهاز ده، بيقول لي انا عايز انت ايه من العيان ده، عايز تدخل له النفس ازاي، او ازاي دي معنى كلمه مود. خلاص. طيب اول حاجه، اول سؤال بيتسال لك تمريض، هو المريض ده على مود ايه؟ تعال نمسك واحد واحد كده بالترتيب. يعني ايه كلمه كنترولد مانداتوري فنتريشن؟ كنترولد مانداتوري باختصار كده يعني حاجه الزاميه. الجهاز الزاميه المتابع. يعني ايه؟ يعني الجهاز هيدي المريض انفاس من غير ما المريض يكون متحكم في ولا مرحله من المراحل اللي قلت لك عليها. تمام؟ يبقى لما اقول لك ده كنترولد مود او مانداتوري مود، تفهم ايه اللي بيحصل في المراحل. الماشين بتعمل كل المراحل دي. يبقى ايه رايك في العيان ده؟ ده عيان يا اما داخل جنرال انستيزيا انا مخدره، لو الراجل ده بدا يفوق اكتر واكتر، يعني بدا مجهوده يبقى احسن واحسن. طيب الاس اي ام في يعني ايه؟ الاس اي ام في اختصارها ايه؟ حد عارف؟ Synchronize intermandatory ventilation. طيب سيبك من اختصارها ايه. الاس اي ام في يعني ايه؟ زي ما انت قلت يعني، بس اللي انا عايز افهمه ايه فكره الاس اي ام في ده. الاس اي ام في ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي مش بالاسيست كنترول، العيان كان مجهوده بيبقى قليل، بحيث لو هو حاول ياخد نفس خد شويه على قده فالجهاز هيكمله للاخر. قال لك اه. الاس اي ام في بقى لو العيان فاق شويه بقى مجهوده احسن شويه، فالاس اي ام في هيبقى كالاتي. الاس اي ام في مود شغال اهو. اول نفس الجهاز عد 1 2 3 4 5 6، الجهاز بص على العيان كده طول ما هو بيعد. الست ثواني عدوا الراجل ما عملش حاجه، هيروح فاتح له الباب معديله ال 500 كلهم. النفس اللي بعده الماشين تبص للمريض كده تقول له انا هعد 1 2 3. لو المريض هنا بقى في النفس ده حاول يعمل تريجر وياخد النفس، الماشين تتقمص تقول له والله انت حاولت تاخد نفس، طب بص انا هشيل ايدي مع نفسك انت بقى، كمل النفس ده للاخر، اعمله انت كله مع نفسك، انا مش هعمل حاجه. المفروض ان انت مجهودك زاد، عشان كده خلوني انا كجهاز على مود الاس اي ام في ده. فالمفروض المجهود اللي انت هتعمله قادر يدخلك ال 500 كلهم، فانا مش هعمل حاجه. يبقى ايه الفرق كده بين الاس اي ام في والاسيست كنترول؟ ايه الفرق؟ الفرق ما بين الاس اي ام بي ان هي مثلا لو المريض خد نفس، هو اللي لازم يكمله حتى لو هو مش قادر ان هو يكمله. اما بالظبط. الاسيست هو المريض لو بدأ الماشين اللي بتكملها عادي. والله انت خدت 50 انا هكمل لك 450، خدت 100 هكمل لك 400. انما الاس اي ام في خدت 50 مع نفسك، خدت 500 مع نفسك، ماليش علاقه بيه. تمام؟ يبقى الاس اي ام في انا مش هخلي المريض على مود اس اي ام في غير لما اكون متاكد ان المريض لو حاول ياخد نفس هياخده كامل. تمام. تمام؟ يعني هو الاس اي ام في بيخلي المريض ان هو ياخد النفس، لو خده ما بيشتغلش اساسا من البدايه. لا، هو بيبص كده ايه، ببص عليك والله انت اه، ما اللي هو حاولتش خالص، هديك هديك نفس. النفس. بالظبط. حاولت ولو بنص سنتي ماليش دعوه، كمل انت بقى للاخر يا معلم. كمل انت للاخر انا ماليش دعوه. تمام؟ تمام. تمام. يبقى انا هقول لك على، اسالكوا سؤال. امتى الاس اي ام في يبقى بيساوي الكنترول مود؟ لما ما ياخدش نفس، لما ما يحاولش انه ياخد نفس. لو المريض هنا في خلال الدقيقه دي، في خلال ال 10 انفاس دول ما حاولش يعمل اي محاوله، اذا الاس اي ام في هنا اتساوى بالمانداتوري. ليه؟ لان المريض ما حاولش ياخد نفس، الاس اي ام في بيديله 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 بيديله. هو ما امتى بيشتغلش. يحاول؟
امتى يبقى يدي النفس هنا؟ لو هو حاول ياخد نفس بيبقى ده فرق عن ده. نفس الكلام في الاسيست كنترول. الكنترول ممكن يبقى اسيست كنترول امتى؟ لو هو لو خد نفس المريض في الاسيست كنترول ما هو اللي حاولش بدأ ياخد النفس. نفس، فاكنه في كنترول مود. تمام. الفكره وصلت؟ بس يبقى الكنترول مود من الاخر الماشين بتعمل كل حاجه. الاسيست كنترول بتختبر البيشنت الاول قبل اي نفس. الكنترول ما بتسيبلوش فرصه يفكر، هي قافله الصمام عليه اصلا. عايز اقول لك على حاجه، انت لو ظابط العيان على كنترول مود، والله لو خليت السنسيتيفيتي 10 ملهاش اي لازمه. ليه؟ لان السنسيتيفيتي كانت بتحس العيان امتى بيتنفس. الكنترول مود لغي الحوار ده اصلا. انا اللي هديله نفس، بس هو حس ولا ما حسش مش هحسه اصلا. اوبشن الحساسان ده عندها مش موجود. فهمتوا الفكره؟ تمام يا دكتور. حلو. يبقى كنترول مود لو سمحت يا الماشين دكتور، بتعمل كل حاجه، هي لازمه الزاميه انها تعمل لك كل حاجه. المريض فات شويه. نعم. ممكن تقول مثال لحالة زي اللي تتحط على SIMV؟ اي حاله من الحالات دي بس بدات تفوق شويه معايا. يعني واحد عنده نمونيا مثلا، بس بدا يتحسن معايا. واحد كان وعيه جلاس كوما سكيل بتاعه 8، بدا الجلاس كوما سكيل بتاعه يقوم شويه بقى 12. يعني وعيه بدا يفوق شويه. هي مش حالات معينه، هي اي حاله كانت سيئه وبدات تتحسن. واحد عضلاته كانت بايظه بدات تتصلح، احطه على مود ده. فاهم؟ مفيش حاجه تمام ثابته. فاهم ازاي؟ تمام تمام ماشي. دكتور بعد إذنك، نعم. يعني هو ال SIMV ملهوش، ما هو السبورتد صح؟ مش بيدي بريفنج بيكون سبورتد. لا، انا هديك النفس كله يا لا. تمام. تمام. يعني يا يديني النفس يا إما أنا آخد النفس وأكمله أنا كامل، هو ما بالظبط. يساعدنيش. بس تمام. السؤال بتاعك ده هيخليني اقول حاجه جديده. ايه هي؟ موجوده عندك في السطر اللي قبل الاخير كلمه SIMV زائد بريشر سبورت. ايه الكلام ده؟ قال لك الدكاتره على فكره بتتخنق من المود بتاع SIMV ده. ليه؟ لان بيقول لك هو على فكره هو يعتبر ويننج مود. يعني ايه ويننج مود؟ يعني لو العيان على SIMV ده والنفس اللي هو بياخده بقى كامل وحلو، انا خلاص ساعتها قادر ان انا افصل العيان ده بقى وياخد كل الانفاس براحته. بس هما ليه بيتخانقوا منه او بيخافوا منه SIMV ده؟ قال لك معلش انت خليت كده المريض لما يجي ياخد نفس بتبطل له الجهاز. افرض المريض ده حاول يعمل تريجر ب 2 جنيه، هياخد شويه هواء ب 2 جنيه برضه. ال 50 مللي اللي خدوه دول هل يكفوه؟ لا. لا. انت كده بترجعه للصفر تاني. احنا كده بنبوظ العيان مش بنصلحه. فقال لك طب ما نيجي نعمل فكره. ايه هي؟ قال لك ما تيجي نضيف البارامتر بتاع السبورت ده وقت ما العيان بس بياخد نفس. يعني ايه؟ يعني SIMV اداله العيان البيشنت ما حاولش، فالجهاز اداله نفس. النفس اللي بعده المريض حاول ياخد كام؟ 50. المفروض انا اسكت على كده صح؟ اه. بس لما زودنا بارامتر البريشر سبورت مع SIMV عالجنا النقطه دي. زودنا خلينا البريشر زودنا سبورت بقى. انت خدت كام؟ 50. طب خد الباقي اهو. تمام. بس مين اللي هيخرج هنا؟ SIMV العيان. عيان بقى. ده اللي هو اللي مش بدأ النفس النفس. كله. SIMV المريض لو حاول هو اللي بيعمل كل النفس. اه. الميزه بس اللي انا ضفتها هنا شويه زقه في النص مش اكتر. بس المريض هو اللي هيخرج برضه. بس لو معايا؟ SIMV هو اللي بدأ النفس هو اللي بيخرجه ولا العيان؟ بص. بصوا يا جماعه SIMV لو الجهاز هو اللي عمل النفس، الماشين بتعمل كل النفس كلها، كل اللي مراحل هو النفس، دخوله والدفع اللي في النص وخروج. كل حاجه.
بكل حاجه، بالتريجر، بكل. انما لو المريض على اس اي ام في حاول ياخد نفس، الطبيعي الماشين هو ما يكمل. تعملش اي حاجه، المريض ياخد البريشر النفس بيزق. ويكمله ويخرجه. انما زي ما قلت لك كده، المشكله دي ظهرت لهم، قال لك احنا المريض بياخد 50 وبيخرجهم، ال 50 دول يعملوا له ايه؟ طب ما تضيفوا له كده حاجه اسمها بريشر سبورت في النص بس. يعني هو هيعمل كل حاجه، هياخد نفس ويكمله ويخرجه، بس في النص كده زودوا له شويه بريشر سبورت عشان ما ياخدش 50 بس. فدي كلمه اس اي ام في، بتلاقي كده موجوده على معظم الاجهزه، اس اي ام في زائد بريشر يس. سبورت. يعني كده في المدة يا دكتور البيشنت اللي هياخد النفس والجهاز هيساعده، بس هو اللي هيخرج النفس برضه. ده لو حاول ياخد نفس من الاول. ايوه بالظبط، ده البيشنت اللي تمام. حاول من الاول. تمام كده. يبقى هنا الماشين، البيشنت هياخد كل نفس كله، بس الماشين هتساعده في النص كده بشويه بريشر سبورت تمام وخلاص. تمام تمام. طيب تمام كده. خلي بالك بقى، الكنترول مانداتوري فنتيليشن، الاسيست كنترول فنتيليشن، الاس اي ام في، الثلاثه دول لو وصلوا لك، دول اشهر 3 مود بيستخدموا ودول الاساس. طب عايز اقول لك حاجه ثانيه. ما فيش صوت ولا ايه؟ نعم. الكنترول مود والاسيست كنترول والاس اي ام في، بص السؤال ده كده، هم 3 مود ولا 6 مود؟ ايه السؤال الغريب ده؟ هم 3؟ لا هم مش 3، هم 6. ليه 6؟ ليه 6؟ خارجية. لان كل واحد فيهم اشتغل كل واحد لوحده. فيهم ممكن يبقى يا بريشر كنترول يا فوليوم كنترول. تقول لي ازاي؟ تقول لي كنترول مود دي انا كنت بشرح لك الطريقه اللي بيخش بيها النفس، هل الجهاز ولا الماشين؟ انما لما اقول لك ده كنترول مود فولي، ده كنترول مانداتوري فنتيليشن فوليوم كنترول، يعني انا هنا متحكم فين؟ حجم الهواء اللي داخل. حجم الهواء اللي داخل. يعني الماشين هتعمل كل النفس، بس انا قايل لها انا محتاج 500 يدخل. وممكن الكنترول مود ده يبقى بريشر كنترول، يعني نفس اللي قلناه، بس هنا انا متحكم في الحجم، في كميه الزقه اللي بتخش. بريشر 50 مثلا او 40. تمام. يعني كل مود تمام. من اللي شرحتهم دول دي فكره المود. فكره المود بقى ممكن تتطبق لما اثبت البريشر، وساعتها اسمها بريشر كنترول مانداتوري فنتيليشن او فوليوم كنترول مانداتوري فنتيليشن. طب الاسيست كنترول، انت كنت بتقول لي ايه في الاسيست كنترول؟ كنت بقول لك ان العيان بيحاول ياخد نفس كده، صح؟ قلت لي الماشين بتكمل. والماشين بتكمل. الفكره هي الماشين بتكمل ايه؟ الفوليوم بتكمل ولا حجم هواء انت ظابطه، ولا بتكمل زقه هواء انت ظابطه؟ تمام. فهمنا الفرق؟ وصلت. تمام. الاس اي ام في نفس الكلام. الاس اي ام في ده لو الماشين بتاخد، هي اللي بتدي النفس ومتحكمه في النفس، هي هتتحكم في النفس، ما انا عارف. هتعمل له ايه في النفس؟ يعني هتدخل له الفوليوم اللي انا حاطه، ولا هتزق له البريشر اللي انا حاطه؟ يبقى الاس اي ام في ممكن يبقى اسمه اس اي ام في فوليوم كنترول، او اس اي ام في بريشر كنترول. الاسيست كنترول ده ممكن يبقى اسمه اسيست كنترول بريشر، اسيست كنترول فنتيليشن بريشر كنترول، او اسيست كنترول فنتيليشن فوليوم كنترول. كنترول مانداتوري فنتيليشن فوليوم كنترول، كنترول مانداتوري فنتيليشن بريشر كنترول. يبقى كده بقوا كام مود؟ بقوا 6، بس هم 3 افكار بس يعني. حد مش فاهم اللي قلته ده؟ الدكتور هما ممكن يسألونا في الحاجات دي برضه؟ نعم. ممكن يسألونا في الحاجات دي؟ ممكن يسالوكي في الحاجات دي؟ لا انت بقيتي ادفانس دلوقتي. يعني هو يقول لك الاس اي ام في ده يعني اخره يعني. اس اي ام جي ده يعني ايه؟ الصوت بيقطع يا دكتور. يعني في ناس شغاله ان هو اه انترفيو، بس انت بقى مستواكي اعلى من الموضوع الانترفيو دلوقتي بالمعلومات الكتير. يا رب يا رب. نعدي. معلش
بس يا رب نلحق انت الانترفيو. كده معلوماتك بقت كتير عن الانترفيو لو سالك في المود او في الفنت هيقول لك مثلا تعرفي ايه عن الاس اي ام في، يعني ايه اسيست كنترول، يعني ايه بيب، تمام. فاهماني؟ انا يعني ايه عايزه ادخل عربي في عربي يعني في كده، اما اجي ادخل عادي كلام عربي في وسط الكلام. عادي، مفيش مشكله. ده انت بالعكس لما تشرحي له وانت فاهمه يبقى هيحس ان انت فاهمه. احسن ما سمع. تمام. الريتن بقى الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل. اللي انا قلته ده لو جالك سؤال في الريتن في الام سي كيو مثلا هيقول لك مش هيقول لك التايب اوف الجيش ولا هيقول لك تريجر يعني ايه ولا الكلام ده بالنسبه لهم ادفانسد. انت بالنسبه لك هيقول لك الاسيست كنترول فنتيليشن. مريض مثلا عنده هيد تروما احطه على بريشر سبورت مود لا ولا اسم في مود، صح ولا غلط؟ لا غلط. ليه؟ لان الاس اي ام في ده عايز مريض واعي شويه بيكون قادر ياخد نفس وهكذا. تمام فالمعلومات اللي قلتها لك دي شويه كتيره قوي عن مستوى الانترفيو لطلبه امتياز. تمام. هسالك اكتر في المود وفي الالارم بعد كده لما اشرحها. ايوه الحياه في القرار دي بجد أنا محتاجه افهمها عشان مش عارفاها خالص. لحد بس دلوقتي كده اهم 3 مود عندي اللي انا شرحتهم دول، حد مش فاهمهم تعرفي لا تفرقي تمام. بينهم؟ لا كده تمام قوي. دكتور، نعم. هو الرابع اللي هو الاس اي ام في ومعاه البريشر سبورت ده نوع واحد صح؟ لان هو بيتحكم في ده البريشر نوع بس. لوحده، ده نوع لوحده. بيركز على البريشر بس، هيتحكم في البريشر بس اللي داخل المريض. لو العيان هو اللي خد النفس فهو بيزود اه شويه بريشر بس. تمام. هنفهمها في البريشر سبورت. طب لو العيان بقى، بص دي في الاس اي ام في ده احسن واحسن واحسن. العيان قادر ياخد الانفاس كلها، تمام، ولكن محتاج في النص مع كل الانفاس شويه زقه. يبقى مود اسمه ايه بقى؟ مود كامل اسمه بريشر سبورت. البريشر سبورت ده ايه اللي بيحصل؟ العيان قادر ياخد النفس، يبدا النفس ويخرج النفس، بس ما يقدرش ياخد شويه البريشر الكافيين له. ففي النص كده الماشين بتعمل ايه؟ بتعمل زق، اللي هو بقى سموا المود ده بريشر سبورت اللي نوع النفس بتاعه سبورت. معايا؟ معاك كده. حلو. يبقى البريشر سبورت عيان فايق وبس الماشين محتاجه زق. طب انا عايز اسالكم سؤال، لو المريض محطوط على بريشر سبورت مود وفي نفس من الانفاس المريض ده ما خدوش، ايه اللي هيحصل؟ هو الجهاز ما بيبدأش النفس، بيعمل سبورت بس. هيحصل ايه؟ الجهاز هيديله حاجه؟ لا مش هيديله حاجة. مش هيديله حاجه. انا ممكن بقى مظبوط. نحط على بتاع الكنترول دبريس. انا هفهمك اهو، السيستم بتاع الجهاز انت ظابطني ان انا لما احس العيان خد نفس ازق له شويه نفس، شكرا على كده، انا بريشر سبورت انت ظابطني على كده. طب العيان ما خدش نفس، ماليش دعوه، مش هعمل حاجه، طيب هو مش ممكن خليني على كنترول مود وانا اعمل له. انما انت يعني ظابطني ان انا بالظبط على بريشر سبورت، هو مش ممكن ينقل فانا نفسه دوري هنا في لوحده. البريشر سبورت. هو فساعتها مش ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها باك اب. باك اب يعني ايه؟ يعني في حاجه معينه كده في البريشر سبورت انت لازم تظبطها. تقول له يا عم البريشر سبورت لو العيان قعد لمده حوالي 6 ثواني او 7 او 8 ثواني بتبص عليه كده ما خدش نفس، اقلب نفسك على كنترولد مود واعمل لي الارم اسمه ابنيه. قول العيان ما بيتنفسش وانا هتصرف. هناخد كلمه ابنيه الارم دي في الالارمز بعد كده. بس انا عايز افهمك البريشر سبورت شغال ازاي وعيبه ايه. وصلت؟
تمام. معايا؟ حد واقع مني؟ يا دكتور، طب هو كده الفرق بين البريشر سبورت والاس اي ام في بريشر سبورت ايه؟ ما هو في الحالتين البيشنت بياخد نفس في الاول وبيحاول يخرجه، بس في النص هو بيديله سبورت. ثانيه واحده. فانت بتقولي دلوقتي ايه الفرق بين البيرر سبورت وبين الاس اي ام بي زائد بيرر سبورت، صح؟ الفرق هنا ان انا في انفاس معينه لو المريض خستع فيها الجهاز هيقلب على الاس اي ام في بتاعه العادي اللي هو هيديله النفس. انما البريشر سبورت لوحده كل الانفاس لازم المريض هو اللي ياخدها. وصلت؟ مش في الاس اي ام في بريشر سبورت البيشنت هو اللي بياخد النفس والجهاز هو اللي بيكمل؟ بصي، اس اي ام في زائد بريشر سبورت الجهاز محطوط على اس اي ام في. عيان خد نفس هيديله النفس، عيان ما حاولش ياخد عيان قصدي ما حاولش ياخد النفس الجهاز هيديله النفس. العيان ما حاول ياخد نفس فالجهاز هيديله شويه بريشر سبورت في الاول. حلو، جميل، تمام. النفس اللي بعده لو المريض ما خدش نفس الجهاز هيديهوله. انما لو انا ظابط عيان على بريشر سبورت كل الانفاس لازم المريض هو اللي ياخدها. عارفه البريشر سبورت بيساوي الاس اي ام في زي البريشر سبورت امتى؟ لما العيان في الاس اي ام في زي البريشر سبورت ياخد نفس، ساعتها في النفس ده البريشر سبورت بيساوي الاس اي ام في زي البريشر سبورت. هو اصلا ساعه الاس اي ام في ده البريشر سبورت هو اللي بيشتغل ساعتها. الاس اي ام في ده على جنب. الاس اي ام في زي البريشر سبورت لو العيان خد نفس. ايوه هو اللي لو العيان خد بيشتغل. نفس البريشر سبورت بس هو اللي بيشتغل. فساعتها في النفس ده المود ده بيساوي نفس المود ده لان الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. تمام. انما الاثنين مود مختلفين ليه؟ عملهم مختلفين ليه؟ لان الاس اي ام في زي البريشر سبورت في كل نفس بيستنى رد فعل العيان. هتاخد نفس فانا هشتغل لك بريشر سبورت، مش خدش هتاخد نفس نفس فانا هشتغل لك اس اي ام في. تمام. انما البريشر سبورت ما بيستناش ده، هو كل الانفاس المريض لازم يعملها وانا اكمل له بس. تمام، ماشي، فهمت. وصلت؟ اه. طيب، سباب يعني كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، يعني في شويه بريشر في الانسبيريشن ثابتين وليكن 10 وشويه بريشر في الاكسبيريشن عاملين البيب برضه 10. الاثنين مستواهم واحد. طبعا السباب ده انا مش هعمله غير لما يكون مريض واعي، وده مود يعني هو ممكن كمان ما يعتبرش مود، ده حاجه بسيطه خالص كده. ممكن السباب ده يبقى نون انفيزيف. يعني بيقول لك السباب ده عايز ايه؟ السباب ده شويه هواء، ضغط هواء في الانسبيريشن قليلين وفي الاكسبيريشن عاملين شويه بيب. ده هو بس يعتبر قبل ما افصل العيان خالص. السباب ده اللي هو كونتينوس بوزيتيف كده. اير واي بريشر، شويه هواء كونتينوس موجودين في الانسبيريشن وموجودين زيهم في الاكسبيريشن. في الانسبيريشن بتساعد العيان، وفي الاكسبيريشن شويه البوزيتيف بريشر دول شويه الضغط دول عاملين شويه بيب، مش اكتر من كده. يعني تمام؟ كده ده السباب السباب. بريشر سبورت. نعم؟ كده السباب يعتبر بريشر سبورت. بيعتبر بريشر سبورت زائد شويه بريشر موجودين في الاكسبيريشن. اللي هم الموجودين اصلا. لا، البريشر سبورت ما بيعملش شويه الهواء اللي موجودين في الاكسبيريشن، هو بيعمل لك زقه في النص ده بس البيب. اثناء النفس. ما هو بيزق الشويه اللي موجودين دول. اللي موجودين فين؟ اللي هم ال10 تقريبا اللي موجودين اصلا. لا، البريشر سبورت هو اصلا رقم بزقه. مثلا انا هزق لك كده ايه 20 ضغط او 10 ضغط، ده البريشر سبورت. انما السباب 10 ضغط في الانسبيريشن و10 ضغط في الاكسبيريشن. يبقى لو عايز تقول لي السباب بيساوي بريشر سبورت زائد زائد البيب. شويه بريشر البيب. في الاكسبيريشن. يعني
لان السباب عمل زقه كده زي بريشر سبورت، بس الاختلاف انه عمل زقه كمان اثناء الاكسبيريشن، انما البريشر سبورت شويه نفخه هواء كده اثناء الانسبيريشن بس. تمام معايا؟ تمام يا دكتور. حلو. بايباب بقى يعني ايه؟ بايباب زي ما قلت لك كده، السباب شويه الزقه اللي في الاول بيساووا شويه الزقه اللي في الاكسبيريشن. يعني لو في الانسبيريشن 5 يبقى هنا 5 لانه كونتينوس. انما باي باب او باي ليفل سباب نفس السباب بالظبط. امال ايه الاختلاف؟ ان انا شويه الزقه اللي في الانسبيريشن ممكن يبقوا برقم اعلى من اللي موجودين في الاكسبيريشن. يعني ممكن الانسبيراتور يبقى مثلا زقه 20 واللي في الاكسبيريشن مثلا 10، ده الباي باب. انما السباب اللي هنا واللي هنا واحد. فهمنا الفرق معلش بين تاني كده، الباي باب تاني او كده يا الباي دكتور، ليفل سباب؟ تاني معلش يا دكتور. الباي باب يعني ايه؟ قلت لك السباب الاول يعني ايه؟ يعني شويه هواء في الانسبيريشن بنسبه 5 يساووا بيساوي نفس نفس الاكسبيريشن الحاجه 5 بالاكسبيريشن. تمام كونتينوس. تمام انما باي ليفل سباب يعني انا ممكن العب في الارقام دي براحتي، اخلي اللي هنا 15 واللي هنا 5 يبقى توتال كام؟ 20، اخلي اللي هنا 20 وهنا 10، اخلي اللي داخل في الانسبيريشن 20 واللي داخل في الاكسبيريشن 10. ده اسمه باي باب، ما اسموش سباب. تمام سيبك يا عم من كلمه سباب زي بيشرب سبورت عشان ما تلخبطش نفسك. تمام. يبقى باي باب. لو سمحت يا نعم. دكتور، هو احنا اللي بنظبط المعدل اللي هو داخل في الانسبيريشن يبقى 20 وخارج في الاكسبيريشن يبقى 10، ولا هو بيبقى اصلا هو كده المريض بيعمل هو اللي بيدي لنفسه كده؟ ده احنا الدكتور اللي اللي بيعمل. بنظبط ده، بس مش قصدي كتمريض الدكتور. انا فاهمك. احنا كبشريين المفروض بنظبط ده على حسب حاله العيان. يعني انا لما اجي احطه على البايباب دوت اقوم جاي مظبطه اللي هو الانسبيريشن يبقى 20 والاكسبيريشن البايباب 10. ده انت اللي الدكتور يقول لك ايه والنبي حطي لي الانسبيراتور بريشر على مثلا 20 والاكسبيراتور على 10، فانت بتظبطيه مع الجهاز كده ده وده. انما لو هو على سباب يبقى بيبقى حاجه الاثنين واحده قد بس. بعض. نفس الرقم. اللي داخل هو اللي خارج. دكتور، نعم. هو معنى كده ان انا بستخدم البايباب لناس ممكن عندهم صعوبة في دخول الهواء مثلا؟ ايوه يعني الفرق ما بين البايباب والسباب ان انا بستخدم الاثنين البايباب يعتبروا لناس عن الاثنين. بصي البريشر سبورت، السباب، اللي هو البايباب، يعني الثلاثه مود دول بيستخدموا لمريض واعي ومريض حالته الى حد ما محتاجه افصله من على فنت، ومريض حالته مش خطيره يعني واعي قادر ياخد نفس بس محتاج شويه زق. حتى اللي هو هم شبه بعض شويه. يعني البيجر سبورت زي السباب زي البايباب، بس بتختلف على حسب المريض. زي ما قلت لك الاختلافات ايه؟ بيجر سبورت شويه بالظبط. ضغط. امتى بقى استعمل سباب وامتى استعمل بايباب؟ ما هو احنا يعني احنا اللي مش بنعمل ده يا سمير. الدكتور هو المفروض بيظبط. انت دورك تبقى فاهم المود ده اللي بيعمل ايه بيحصل بس. فاهم تمام اللي بيحصل في الشاشه بس. فاهمني؟ تمام يعني انت مش تمام. هتظبط تقول لي لا انا مش عاجبني المود ده انا عايز اغيره على بيجر انا سبورت. مش مش انت هتعمل ده. تمام مش دورك. بس دورك على الاقل تبقى فاهم هو الراجل عمل ايه، غيره من بالظبط. على مود ايه والمود ده يعني ايه. ممكن انت تساله الحاله اللي انتوا واقفين عليها انت يا باشا عملت ده ليه؟ هيقول لك اصل الحاله دي كذا عشان كده عملنا كذا. تختلف على حسب الحاله نفسها. بس تبقى فاهم لما يشرح لك ان عملنا كذا وبدلنا المود كذا من كذا ابقى فاهم. ده دوري. تمام تمام. تمام. دي البيزك مود. دي مش ده هو 90%. نعم هو الماسك اللي هو سباب وبايباب يا دكتور، بالظبط. ولا بس ده ده نون انفيزيف وده انفيزيف. تمام. يعني ممكن يبقى على الفنت او ممكن يبقى ماسك خارجي. بالظبط. الاثنين اسمهم تمام ميكانيكال فنتيليشن. تمام بس لو تمام هو ماسك بس كده مش حاجه مش داخله يبقى نون انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. تيوب تمام بيبقى انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن. تمام تمام يا دكتور. هو البيزك مود معلش اللي انتوا. حد عنده سؤال تاني؟ لو سمحت. قول. هو مود السباب اللي على الفنت
بيشتغل شغل جهاز السباب اللي لوحده؟ الاثنين نفس الفكره، بس بتاع السباب اللي على الفنت مفيش بتبقى انترفال حالته تيوب. اصعب شويه. تمام. اصعب شويه ليه؟ لان انا مش محتاج انبوبه تدخل لي شويه الزقه دي جوه التراكيه، جوه القصبه الهوائيه. انما العين اللي من بره الماسك ده، لا لا هو ده مش هو ماسك يا احسن شويه، دكتور. لدرجه ان انا مش محتاج التيوب تخش من بره الماسك كده، هيدخل لي شويه البشر دول. طب الراجل ده ما بقاش يستحمل، حالته سائد، ممكن انقله على السباب بس يمود على الفين، او على بايباب على الفين، هتطيب تاني. تمام. يتيب بقى هو تاني هو وتخش اصلا بقى هو ايه. اصلا السباب، جهاز السباب العادي اللي هو مش الموديل فين، بيبقى ليه تيوب بتخش من النوز كده لا بيبقى له ماسك، ماسك بيتثبت كده على وش هو ماسك العيان. بس، ماسك بيتثبت بس. بس يبقى ماسك التيوب بيكون اللي انا بقول عليها محكم، دي، يبقى التيوب اللي انا بقول بيكون عليها دي محكم في الاطفال بس. علشان الضغط اللي بزقه ده ما يتسربش لبره. يعني زي يعني زي النبلايزر بس على اكبر شويه. بالظبط. التيوب اللي بقول عليها دي كده في الاطفال بس. لا في كله. انا كنت انت اشتغلت. قصدك التيوب دي اللي هي ايه، انتراكيال تيوب؟ بص يا دكتور، انا كنت اشتغلت على جهاز سباق قبل كده. كنت بوصله للعيان ازاي اصلا، حضانه. كنت بوصله ان هو بيبقى تيوب كانت بتدخل في النوز بتاعته على حد معين ومقاس معين كده، بس ده جهاز يعني دي مش السباب مش انتراكيال مود تيوب السباب. صح؟ التيوب اللي كانت بتخش دي مش انتراكيال تيوب. لا. طب المريض ده او الطفل ده لما بتحبوا تفنتلوه او تحطوه على ميكانيكال فنتليشن، كان بيبقى نفس التيوب دي ولا تيوب تانية؟ لا تيوب تانية. خلاص، يبقى انتوا عندكم في الاطفال ممكن تركبوا السباب يبقى نون انفيزيف بالتيوب اللي انت شفتها دي، انا ما اعرفهاش. تمام. تمام، انا اعرف الادلت اللي عندنا ان احنا انما السباب انما بيتركب الادلت بماسك. ده بيبقى ماسك. هل عندكم انتوا بيبقى بالتيوب؟ ما اعرفش. تمام. تمام. دكتور انا شغال دكتور بعد إذنك، على طول مصر. نعم. مش عارف. حضرتك قلت البريشر سبورت لو العيان ما اخدش نفس معايا هو مش هيديله نفس، فحضرتك قلت اه ممكن نعدل الحته دي ان احنا نعمل بيك اب، يعني حاجه بيك اب بحيث ان احنا نحوله لكنترول، صح؟ اه طب ليه ما نحولوش لاسيستد كنترول؟ ممكن عادي. الباك اب ده ممكن اخليه اسيست كنترولد، ممكن اخليه كنترولد، مفيش مشكله. بس انا هنا بس عايز الحق على فكره انا مش هسيبه على كده. الباك اب هيروح على الكنترولد مود على ما انا اروح للعيان اشوف ايه المشكله، وبعدين ارجعه تاني بريشر سبورت. رجعت على معاه شويه كنترولد، سخن. رجعت على اسيست كنترولد، مفيش مشكله عادي. هو تمام. الاحسن على انما فكره زي ما انت قلتي يرجع على اسيست كنترولد، مفيش مشكله، بس انا مش هسيبه على بما ده. انه كان فايق اساسا. اه انا فاهم قصدك، وانت صح على فكره، الاصح يبقى اسيست كنترول. تمام. حد عنده مشكله في المود؟ طيب حد عنده كده البيزك مود دي 90% هتشوفهم وشغالين بيهم، وما عنديش اي مشكله ان انت تكون عايز تفهمهم تاني. سريعا كده. طيب سريعا، كنترولد مانداتوري فنتيليشن يعني ايه؟ يعني العيان بايظ خالص، الماشين بتعمل كل حاجه، وده ممكن يبقى فوليوم كنترول. يعني الماشين متحكمه في كل حاجه، بس متحكمه في كل حاجه هتدخل له هواء كميه معينه ولا بريشر معين، فوليوم كنترولد ولا بريشر كنترول، مش هتفرق بقى معايا. المهم انا فهمت الفكره بس. تمام. اسيست كنترول يعني العيان بدأ ياخد نفس بس ما يعملش غير التريجر، وبالتالي ينام، الماشين بتكمل له كل حاجه. الاس اي ام في قموصه شويه، بيخلي يدي العيان، بس العيان لو خد نفس ماليش دعوه، اعمل اللي انت عايزه. طب عشان نتغلب على ده عملنا ايه؟ ضفنا بريشر. زقه لو المريض خد نفس في الاس اي ام في، بقى اسمه اس اي ام في بريشر سبورت. طيب البريشر سبورت ده المريض زي الفل، واعي وزي الفل وكل حاجه، بس محتاج شويه زقه في النص. هو خد 500، رحت انا خد مثلا 400، رحت انا زقق له شويه بريشر يعملوا 100، وهكذا يعني. سباب مريض زي الفل قوي، محتاج بس شويه بريشر في الاول، وشويه بريشر يعملوا شويه بيب. ملهاش بايباب علاقه بالفوليوم هنا بقى. نعم. ملهاش علاقه بالفوليوم هنا.
في السباق لا ده شويه ضغط بس شويه ضغط. قوم وخلاص. تمام. تمام. باي باب اقدر اعلي بقى، مش السباق كان كونتينوس، يعني البريشر هنا زي هنا. الباي باب اقدر اغير في الانسبيريشن البريشر من الانسبيريشن من للاكسبيريشن. الداخل والخارج. اسمه باي باب او باي ليفل سباق. تمام. يا دكتور طب هو هنا في المودز كلها بقى البيشنت هو اللي بيعمل الاكسبيريشن؟ في انهي مودز بالظبط؟ من اول البريشر سبورت لحد تحت المريض بياخد النفس أثر عليه. وبيخرجه، بس المشكله في الحته اللي في النص بيحتاج زق. والتلاتة الأولانيين ممكن يبقى البيشنت وممكن تبقى الماشين؟ انما الاول واحد خالص الماشين الماشين. بس. ماشي. طب دلوقتي يا دكتور اللي هو السباب والبايباب ده على البريشر والفوليوم برضو ولا؟ لا انا بظبط بريشر بس. تمام كده. يبقى كده نوع النفس في الكنترول مانداتوري، نوع النفس في الاسيستد كنترول اسيستد، نوع النفس في الاس اي ام في سبونتانوسلي صح؟ اسيستد او مانداتوري. سبونتانوسلي. لا بص الاس اي ام في واخد كام نوع نفس. لو المريض ما حاولش فالجهاز ادت بقى مانداتوري. مانداتوري. لو المريض حاول ما احط بريشر سبورت بقى سبونتينيوس بريس. سبونتان لو حطيت البريشر سبورت والمين خد نفس بقى ايه؟ يبقى سبورتد بريس. سبورتد. تمام كده. انتوا كده الى حد ما الدنيا وصلت لكم شويه. لا تمام جدا يعني. تمام يا دكتور. تمام. الادفانسد في العادي انا مش بشرحها، ولكن انا هديك بس فكره عنها زياده شويه. الادفانسد مود ممكن في دكاتره حتى ما تعرفهاش، بس انا مش هدخل في تفاصيلها قد ما هقول لك بس لو شفت ده في مكان، او لو حد حب يتنطط عليه في مكان ويقول لك ايه الادفانسد مود، تعرف يعني ايه بي ار في سي ولا باف ولا نافا، يبقى عندك بس حاجه ترد عليه. يعني ايه بي ار في سي؟ دي ادفانسد مود لسه مش شغاله كتير، بس انا هفهمك فكرتها، بس لو ما فهمتهاش مش مشكله، مش هتعطلك في حاجه. يعني ايه؟ بي ار في سي يعني بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول. فاكرين لما ضحكت عليكم وقلت لكم ان انا الفنت ممكن يقول لي اتحكم يا في البريشر بس يا في الفوليوم بس؟ ايوه اكيد لما قلت الكلام ده ده بيتحكم في لا. الاثنين. انا اقدر اتحكم في الاثنين، في البريشر في الفوليوم. ازاي الكلام ده؟ كده في معادله بقى. اسالك سؤال تاني، هو انه احسن احط المريض ده على بريشر كنترول ولا على فوليوم كنترول؟ تقول لي يعني ايه؟ اقول لك يعني مريض مثلا على كنترول مانداتوري فنتيليشن، يعني الماشين بتعمل له كل حاجه حلو. انا عايز اخلي الماشين تتحكم، او انا اظبط يدخل لها 500 ولا ادخل 40؟ انه احسن؟ ما هي كده كده هتظبط كنترول، بس انه احسن اتحكم في البريشر اللي داخل ولا في الفوليوم اللي هيتجمع؟ الضغط يا دكتور. البريشر. ماشي، على حسب بريشر المريض. على حسب المريض. حد عنده اجابه ثانيه؟ لا الضغط. هتقول لي هل هو ده له ميزه وعيب وده له ميزه وعيب عشان على اساسه اقول لك انه احسن؟ اقول لك اه. طيب ايه ميزه الفوليوم كنترول ده وايه عيبه؟ فوليوم كنترول دي ميزته ايه؟ انت عشان تتنفس صح لازم الرئه بتاعتك تاخد الكميه الكافيه بتاعتها من الهواء. فالفوليوم كنترول ميزته ايه؟ انه بيجارانتي، يعني بيضمن ان في 500 ملي هواء هيدخلوا جوه العيان. فول تانك. فول تانك. دي ميزته. انما عيبه ايه؟ ان هو ايه بيبوظ عيب الضغط. ان هو الفوليوم؟ بيبوظ الضغط، كميه الدم اللي خارجه من القلب واللي داخله مع عمليه التنفس نفسها. لا الاثنين بيبوظوه، بس عيب الفوليوم ايه؟ عيب الفوليوم حاجه، ايه هي؟ انت لما تثبت الفوليوم، لما تثبت الفوليوم في الفوليوم كنترول، الفلو دايما بيبقى
بيتقارن او داخل باسم مستعار اسمه الفوليوم. يعني الفلو والفوليوم حاجه واحده، الفلو والفوليوم حاجه واحده. تقول لي يعني ايه؟ تقول لي يعني انت لو في الفوليوم كنترول ثبتت لي الفوليوم اكنك ثبتت السرعه اللي داخله عشان تعمل الفوليوم ده. ثبت تاني في الفوليوم كنترول بيثبت الفوليوم، يعني قلت لك بيثبت سرعه الهواء اللي داخل عشان يعمل الكلام ده. يعني ايه فلو يا جماعه؟ يعني سرعه. يعني ايه سرعه؟ يعني انا قلت لك مثلا الطريق من هنا لاسكندريه 200 كيلو، وانت على عربيه مشيت على سرعه 100 كيلومتر في الساعه، يبقى هتوصل اسكندريه في قد ايه؟ ساعتين. في ساعتين. ليه؟ لان انت مشيت على سرعه 100 كيلومتر في الساعه، والطريق هناك ياخد 200 كيلو، يبقى ساعه هعدي فيها 100 كيلو وساعه هعدي فيها 100 كيلو هوصل ال 200. صح؟ جميل. نفس الكلام الفلو ده لو دخل بالسرعه اللي انا ظابطها دي هيجمع لي الفوليوم اللي انا عايزه. من الاخر ما تضيعش وقتك، الفوليوم هو الفلو، لان الفلو هو اللي بيكونه. عايز تقول لي ايه من الاخر؟ عايز اقول لك ان الفوليوم لو انا عملت فوليوم كنترول فانا كده ثبت حجم الفوليوم وبالتالي ثبت الفلو. طب ايه المشكله لما اثبت الفلو او اثبت الفوليوم؟ ايه المشكله؟ المشكله ان ده مش طبيعي، مش مور فيسيولوجيكال مع الانسان. هل انت لو قلت لك لما تيجي تتنفس الفلو بتاعك بيبقى ثابت؟ لا. سرعه الهواء عندك كانت ثابته ولا كانت ديسلريتد؟ نازله 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 وطالعه كده بعدين تنزل تاني، كانت متغيره. صح؟ صح معايا؟ ايوه يا دكتور متغير. يعني انت ما ينفعش تثبت الفلو في النفس بتاعك، بس انا في الفوليوم كنترول الفلو بيبقى ثابت، مش طالع 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 ونازل وبعدين طالع زي كده، لا بيبقى ثابت. يبقى ميزه الفوليوم كنترول دي ايه؟ انه بيقول لي انا هضمن لك ان 500 ملي هواء يدخلوا جوه العيان، انما عيبه انه مش طبيعي زي نفس الانسان الطبيعي، بيخلي الفلو ثابت وانت النفس بتاعك الفلو بتاعه مش ثابت، يبقى ده طب عيب. ده ممكن يسبب ايه يا دكتور طيب يعني؟ ممكن يلعب في حاجات كتير. هو لما ما يكونش النفس طبيعي مع الانسان يبقى الحاجات الطبيعيه فيك زي الضغط وزي هتتدهور اكتر. تمام. دكتور خلاص بعد إذنك ممكن تعيدها تاني بس لأن النت قطع عندي. هقول لك. قلنا ميزه الفوليوم كنترول دي ايه؟ ان بيضمن ان 500 مللي جوه العيان يدخلوا. طيب بس عيبه ايه؟ انت ظبطت لي او ضمنت لي ان ثبت لي حجم الفوليوم، يعني هتثبت لي حجم الفلو وهو داخل. الميزه ان انا بضمن لك ال 500 يدخلوا، بس عيبه ان انا مش بخلي الفلو بتاعي ثابت وهو داخل كده. ده مش فسيولوجي، ده مش طبيعي مع نفس العيان. فبالتالي لو الفلو ثبت كده ما بقاش زي الانسان الطبيعي داخل داخل وطالع ونازل كده، هيأثر لي على العيان اكتر في الضغط وفي حاجات كتير. طب ايه عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان ده ميزه الفوليوم وعيب الفوليوم. طب البريشر كنترول. البريشر كنترول بيثبت البريشر. بيزود يعني كده مين اللي هيتغير؟ الفوليوم الفلو والتايم. الفوليوم والفلو. فالفلو كده بقى في البريشر كنترول الفلو بقى متغير. بس عيب البريشر ايه؟ انه مش بيضمن ان في 500 كاملين هيوصلوا. ممكن اللي انا مثبته من البريشر ده يدخل 500، ممكن يدخل 400، ممكن يدخل 300 على حسب الاير واي. فبالتالي ميزه الفوليوم انه بيضمن ان 500 يدخلوا. ميزه البريشر انه زي طبيعه الانسان بيخلي الفلو متغير. ففي واحد قال لك طب ما نيجي ناخد ميزه ده وميزه ده ونعمله مود ونسميه بريشر ريجوليتد فوليوم كنترول. يعني ايه؟
قال لي انت عايز ايه من الفوليوم؟ مش انه يبقى كنترول يبقى يدخل لك 500. حلو، انا هخلي لك يدخل لك 500. طب والبريشر؟ قال لك انا هظبط لك رينج معين. يعني ايه رينج معين؟ يعني اخلي البريشر ده يبقى ريجيوليتد في كل نفس علشان يوصل لنفس ال 500 دول. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا جاي ظابط 20 دخلوا له 500. دلوقتي حصل مشكله في السكريشنز، حصلت مشكله في الرئه، فالمود ده يروح لاعب في البريشر بتاعه مخليه يناسب عشان يوصل لل 500 كمان، سواء عالي او اقل. يبقى انا بحط رينج معين للبريشر وبثبت الايه الفوليوم. البريشر يبقى ريجيوليتد، يلعب كده في كل نفس والتاني عشان يوصل للفوليوم كنترول ده. لو وصلت ما وصلتش مش هتفرق معاك قوي، بس طب تبقى ممكن انت بعد عارف إذنك ان انا سؤال؟ ممكن ادخل فوليوم ثابت ببريشر متغير. خلاص؟ ممكن سؤال يا دكتور؟ نعم. طب هو مش أصلا في العادي لما برضو بيبقى في سكريشن أو حاجة الجهاز بيعلي الضغط علشان يدخل نفس الفوليوم؟ طب يبقى إيه حلو الفرق بقى بين هنا وهنا؟ حلو، بس هنا البريشر ريجيوليتد انا ممكن اعلى وممكن اقل وممكن اثبت على ده. وكمان لو في المود اللي انت بتتكلم عليه في العادي انت مثبته الفوليوم، مثبته الفوليوم ومثبته الفلو. انما لما البريشر ريجيوليتد دي هيغير الفلو يبقى مور فيسيولوجيكال مع الانسان. تمام. معايا؟ يبقى انا استفدت ان انا ممكن اعلي او اوطي. تمام. هناك كان بيعلي بس، تمام. وهنا خليته يخش بفلو متغير. تمام. ده الحاجه اللي بعدها بيقول لي proportional assisted ventilation. يعني ايه كلمه باف؟ بص بقى التقدم والعلم وصلنا لايه. قال لك احنا هنحط سنسور على العضلات بتاعت العيان دي. الجهاز مش هيعمل حاجه، الجهاز هيستنى ايه؟ هيستنى العيان الاشاره اللي العضلات هتعملها. يعني ايه؟ يعني هو هيدي نفس للعيان على قد مجهود. يعني ايه برضو؟ يعني والله لو العضلات بتاعت النفس بتاعت المريض بتحاول تعمل مجهود عالي في النفس، يبقى المريض ده نفسه حلو ولا وحش؟ انت دلوقتي وانت بتتنفس هل عضلاتك بتعمل مجهود؟ بلاحظ ان في مجهود؟ لا. ليه؟ لان صدرك كويس فانت مش محتاج مساعده. انما لو في وصله وسنسور حطيته على عضله عيان عايز يعمل مجهود عالي في النفس، يبقى هو يستحق الدعم ويستحق مجهود عالي هنا. فلما السنسور اللي طالع من العضلات ده واصل للجهاز يقول للجهاز خلي بالك عضلات العيان بتحاول تعمل مجهود عالي، يبقى هو محتاج زقه عاليه. النفس اللي بعده السنسور بتاع العضلات حس ان العضلات بتعمل مجهود قليل، يبقى المريض مش محتاج مني زقه قليله، يبقى اديله بريشر قليل. دي بس فكرته. يبقى الباف بيدي العيان على قد مجهوده. لو طب انت هو كده يا هتعمل دكتور مجهود سبورت؟ عالي اذا انت تستحق دعم عالي قوي لان انت بتعافر. لو بتعمل مجهود قليل فانت مش محتاج مني حاجه، فانا هديك بس شويه صغيره. ده الباف. طب ما هو كده بريشر سبورت يا دكتور ولا ايه؟ برضه بص، لا ده مختلف تماما عن اللي انا شرحته. مش هدخلك في تفاصيله، انا فهمتك بس فكرته ايه. بس هو مش هيدخلك تمام. بريشر سبورت بس، لا ده حاجات تانية خالص. ما حدش شغال بيه في مصر، ما شفتش حد شغال ولا في الباف ولا النافا في مصر خالص. تمام. النافا نفس الباف بالظبط بس تطور اكتر شويه. الباف كان بيدي العيان على قد مجهوده، النافا بيدي العيان على قد نيته. نيته يعني ايه؟ هو مش هيستنى يقيس العضلات بتعمل مجهود عالي ولا قليل، هو بيبص على هو الملامح. هيقيس الاشاره اللي طالعه من المخ رايحه للعضلات كانت عاليه ولا قليله. هو العضلات بتتحرك منين؟ من الاشاره اللي بتجيلها من المخ. لو الاشاره عاليه فالعضلات تتحرك كتير، لو الاشاره جايه عليها قليله يبقى العضلات هتتحرك قليل. النافا بيقيس الاشاره اللي طالعه من المخ رايحه للعضلات، هي رايحه له كبيره
فهيحتاج مجهود كبير، رايحه له طب قليله فمحتاجه مجهود قليل. يبقى طب يا الباب بين دكتور قوسين بيدي العيان على قد مجهوده، النافع على قد نيته. طب يا وصلت؟ دكتور نعم. ال العضلات اصلا ممكن تساعد في العمليه ازاي؟ العضلات اصلا هي اللي مسؤوله ان المريض لو حاول ياخد نفس بياخد بيها نفس. عضلات التنفس دي عشان المريض ياخد نفس بيحصل ايه؟ احنا قلنا الكلام ده في الاول خالص. عشان المريض ياخد، انا بقول لك ليه الصايم فيه المريض بياخد نفس والجهاز بياخد نفس. هو لما المريض بياخد نفس بياخده ازاي؟ العضلات اللي في جسمه دي لو هو بتعمل كده بتوسع. لما بتوسع حجم الشيست الضغط بيقل فالهواء بيخش. يبقى العضلات بتاعت صدرك هي اول حاجه بتحصل فيك عشان تاخد نفس. جرب انت حط ايدك على صدرك كده وخد نفس. انا فكرت السنسور متوصل على عضلات الجسم كله. لا، على عضلات النفس بس، اللي بس هنا بس، تمام كده، انا كده اللي هو تمام تمام الدايفراجم والعضلات دي بس. تمام تمام. تمام. دي الادفانسد مود. حد عايز فيها حاجه؟ انا مش عايزكم تعمقوا فيها اصلا، يعني انا بس فكرتها مش اكتر.